في لحظة معينة هتكتشف إن اللي كسرك ما كانش شرير، وإن اللي وجعك ما كانش يقصد، وإن أكتر الناس تعبوك في الدنيا دي كانوا لسه أطفال صغيرين، حتى لو شكلهم كان كبار. لو أنا قلتلك إن كل اللي جرحك وهو مش قاصد ولا فاهم أصلاً إن هو بيأذيك، بل بالعكس هو بيعمل الموقف من غير ما يفكر فيه أصلاً ولا يعرف قد إيه أنت هتتأذي منه. الصدمة الحقيقية مش إنك اتأذيت، الصدمة إنك طول الوقت كنت شايفه الشخص ده راجل كبير ناضج أو ست، بس الحقيقة أنت كنت بتحب نسخة مثالية أنت رسمتها في خيالك. أنا إيمان هاشم وده بودكاست بين السطور. إحنا دايماً بنرسم في دماغنا صورة حد هادي حكيم ثابت ما بيضايقناش ما بيغلطش فينا بيحبنا بقى، فدايماً مسيطر على مشاعره. بس لو الصورة دي كلها كانت خرافة وكانت من وجهة نظرنا إحنا بس، لو الطريق ده للنضج بس وأصلاً مليان اعترافات مؤلمة وصدمات بتقلب دماغك 180 درجة، هقولك 3 صدمات لو انت استوعبتهم بجد انت مش بس ناضج، انت سبقت سنك بسنين. الصدمة الأولى وهي النضج والغضب. الناس فاكرة النضج معناه انك ما تزعلش وما تتنرفز وتتحكم في غضبك، وانك تبقى ملاك 24 ساعة ماسك ريموت بتتحكم في مشاعرك. لكن الحقيقة عالم النفس كارول يونغ قال انت ما بتنضجش لما بتكبت مشاعرك، انت بتنضج لما بتفهمها. المشاعر ما بتختفيش، المشاعر بتتراكم وبتتحول لصداع وقلق ومرض أو انفجار، وده اللي بيحصل مع ناس كتير ساكتين 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 وفجأة ينفجروا مرة واحدة ويخسروا اللي بيحبوه. وهنا بقى الجملة اللي بتخض. والنضج مش إنك تكتم غضبك، النضج إن الغضب يطلع لحد حنجرتك وإنت تختار في آخر لحظة إنك تبلعه، مش خوف لكن احتراما لنفسك ومش ضعف. أرسطو كان بيقول أي حد بيعرف يتنرفز ويغضب، لكن مش أي حد بيغضب في الوقت الصح بالطريقة الصح للشخص الصح، وهو ده النضج. الصدمة التانية حقيقة القوة. إحنا طول عمرنا عايزين نبقى أقوياء، ما نتكسرش ما نتهزش ما نعيطش، لكن بعد سنين بتكتشف إن الصدمة الأكبر إن النضج مش إنك بقيت أقوى، النضج إنك بقيت متصالح مع ضعفك. زي ما قال نيتشه كل قوة عظيمة بدأت من نقطة ضعف. القرارات الكبيرة اللي انت بتاخدها في حياتك من جري وهروب ونجاة وبدايات ونهايات في العلاقات أغلبها اتخذت وانت خايف. الصدمة التانية وهي الاكتفاء والنقص. كلنا متربيين على فكرة لما الناس تعترف بيا هبقى مرتاحة، لما يحبوني أبقى كفاية، هحس إن كاملة. لكن الصدمة اللي بتوجع واللي انت لو فهمتها هتتغير حياتك، عمرك ما هتاخد الحب إلا وانت كامل. شوف نفسك انت بتبص لها ازاي، هتلاقي الناس بتبص لك بنفس نظرة عينيك لنفسك، وعمرك ما هتحس إنك مكتمل إلا لما انت تحب نفسك وتشوفها مكتملة. مفيش حد كامل، بس كل واحد فينا لازم يكون راضي عن نفسه، راضي بالنقص وراضي حتى بالاكتفاء اللي جواه. العالم النفسي إريك فروم قال الحب لا يملأ فراغك، الحب بيساعدك بس تتصالح مع الفراغ. لما تدركي إن الكمال مش موجود وإن اللي قدامك مش هيقدر يشيل الفراغ اللي جواكي، ساعتها بس هتحبي صح، من غير جوع من غير لهفة من غير خوف يفجرك. لما تكتشفي إنك كنت بتحبي طفل مش راجل. واحد من أقوى صدمات النضج إن أنت كنت بتتعاملي مع واحد هو أصلاً مش عارف هو بيزعلك ليه ومش عارف يصالحك إزاي. إنك تفهمي إن اللي كنت شايفاه قوي هو في الأصل بيهرب من مواجهة نفسه. زي ما قال جون بولبي الشخص اللي بيهرب مش بيهرب منك، بيهرب من مشاعره هو. على فكرة اللي سابك ومشي أو معرفش يحافظ عليكي هو ما كانش بارد، هو كان خايف، هو ما كانش جاهز ياخد قرار، هو ما كانش بيجرحك، هو ما كانش فاهم نفسه أصلاً، وانتي كنت ناضجة أكتر من العلاقة نفسها. يعني إيه نضج عاطفي بجد؟ النضج إنك تفصلي مشاعرك عن رد فعلك، إنك تختاري السكوت مش عشان خفتي لكن عشان فهمتي، إنك تحطي حدود من غير ما تبني حيطان، إنك تحبي بس ما تفقديش نفسك، إنك تمشي من غير ما تتكسري،
إنك تبكي لما تكوني عايزة تعيطي بس من غير ما تنهاري. زي ما قال سقراط: اعرف نفسك تعرف الطريق. النضج مش باب نعديه، النضج رحلة فيها غضب، ضعف، نقص، بس فيها نور وراحة وسلام مع نفسك. افتكر، اللي نضج ما بقاش أحسن، اللي نضج بقى صادق مع نفسه. وهنا لازم تسأل نفسك سؤال: إيه أكتر صدمة من الصدمات التلاتة حسيت إنها اتقالت عليك؟ لأن من اللحظة اللي هتجاوب فيها هتعرف أنت واقف فين في رحلتك للنضج. أنا إيمان هاشم، وده كان بودكاست بين السطور. ربنا يجعل دايما قلوبكم مطمئنة، ودايما تبقوا ناضجين وتحبوا ناس ناضجين زيكم. أشوفكم على خير إن شاء الله.